السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ما شاء الله اليومين دول قطع نور مع حرارة جو حاجة يعني زي الفل. ربنا يعيننا وينجينا يا رب. المهم ندخل بقى في موضوع الفيديو النهاردة ان شاء الله، لان موضوع الفيديو مهم جدا. الناس اللي هي بتربي الفراخ ممكن ان احنا نقسمها لنوعين. ممكن واحدة ست بيت بتربي الفراخ في البيت على اساس انها توفر فرق السعر ما بين الفراخ اللي هي بتربيها في البيت وما بين الفراخ اللي بتشتريها. فهي كده حققت فايدة ان هي بتوفر فرق السعر. او شاب تاني او اي حد تاني عاوز ان هو يعمل مشروع تربية الفراخ عشان يبيعها فيستفاد من وراها ويحقق ربح، يبقى دي برضو بالنسبة له حققت فايدة ان هو بيحقق ربح من التربية. تمام كده. تربية الفراخ البيضاء كانت وما زالت من أكبر المجالات اللي الناس بتدخلها عشان تستفاد من وراها أو تعملها كمشاريع. لو جينا نبص هنلاقي إن طبقة كبيرة جدا جدا عندنا في مصر بتشتغل في الفراخ البيضاء. مش بس إن هي بتربي، لأ ده اللي بيربي والسلسلة بقى اللي وراها، سواء المكاتب اللي هي بتوزع الفراخ أو الأعلاف أو مصانع الأعلاف والناس اللي شغالة فيها الكلام ده كله. فهي كمجال هي من أكبر المجالات اللي الناس شغالة فيها وبتحقق من وراها ربح. تمام. طيب ايه اللي بدأ ان هو يبوظ المجال شوية ويخلي الناس ان هي ما تحققش ربح قد كده؟ الناس نفسها اللي دخلت في المجال دي هي اللي بوظت المجال على نفسها وعلى غيرها. تمام. ليه؟ لأنه هو في حاجات معينة، أي صنعة في الدنيا أنت بتدخلها، أي مشروع أنت بتدخله لازم يكون في عندك إمكانيات معينة، الإمكانيات دي متوفرة عشان تعرف تنجح في المشروع ده. طب أنت جيت لقيت مشروع شغال وماشي مع الناس وبيكسب وكويس، وقلت لا خلاص أنا معايا قرشين وعاوز أشغلهم وأستغلهم وأدخل في المشروع. ينفع إن أنا أجي أقوم داخل في المشروع مرة واحدة كده؟ ولا لازم إن أنا أكون مجهز كل الأدوات اللي هشتغل بيها، يكون عندي الإمكانيات اللي هشتغل بيها؟ فده اللي بوظ الدنيا، ان في ناس كتير جت معاها قرشين. واحد كان مسافر بره مثلا، واحد كان شغال شغلانه وخلاص هيريح، فمعاه قرشين عاوز يشغلهم، يقوم قايل لك خلاص هجيب فرخين واربيهم، او اجيب شويه فراخ بيضه واربيها واسترزق من وراها. فايه اللي بيحصل؟ النتيجه اللي بتحصل ان هو بيخسر نفسه، بيخسر فلوسه وبيخسر مجهوده وكل حاجه، وكمان بيضر الصنعه نفسها لانه مش واحد ولا اتنين، ده كتير. لو تلاحظوا ان احنا دايما في فيديوهاتنا اللي قبل كده كنت بشجع الناس يا جماعة ربوا. اي ست بيت عندها مكان في البيت حتى لو مكان صغير جدا تقدر انها تستفاد بيه، لو هتربي فيه 10 فرخات ربي، ما تقعديش. ربي عشان توفري على الاقل فرق السعر ما بين الشراء وما بين الفرخ اللي عندك في البيت. تمام كده. ده غير كمان انك بتوفري فرق سعر، انت بتاكل حاجه كويسه جدا. فرخ المزرعه احنا عارفين بتاع المزرعه لازم ياخد على طول دواء طول الدوره عشان يفضل مسنود معاه. ده غير الحقن والتحصينات اللي بياخدها، لان الكميات الكبيره بتحتاج علاجات وبتحتاج تحصينات اكتر من اللي عندك انت بقى. الفرخين اللي عندك في البيت هياخدوا ايه؟ شويه دواء للكوكسيديا كل 10 ايام وخلاص على كده، بس مش محتاجين حاجه تانية. فاحنا بنشجع الناس دايما انها تربي. لكن هل اقول لك روح ربي وانت ما عندكش الامكانيه؟ يعني انت اصلا ما عندكش حتى المكان الصغير اللي بقول لك ربي فيه، تقوم انت رايح لا انا هجيب فرخين في الجو الحر اللي احنا فيه ده، هجيب فرخين واحطهم في بوكس خشب والكلام ده؟ ما ينفعش، هيموتوا منك. درجه الحراره معديه ال 45، فما ينفعش حضرتك تروح تجيبي لي بوكس خشب او تعملي اي حاجه خشب كده، سلاكه ولا بتاع، تربي فيها 20 30 فرخ وهي اصلا صغيره في الحجم وما عندكيش مكان تحطها فيه، هيموتوا منك. يبقى الخلاصة من الكلام اللي فات ده كله، لو لم تتوفر عندك الإمكانيات اللازمة عشان تعمل مشروع تربية الفراخ، بلاش تدخل فيها، بلاش تربي، لأنك هتربي وهتخسر. يبقى أنت استفدت إيه؟ أنا داخل مشروع عشان أكسب مش عشان أخسر. تمام. بالنسبة لست البيت، في عندك برضو إمكانيات قليلة جدا لازم تكون متوفرة عشان تبتدي ان انت تربي فراخ. الامكانيات دي لو مش متوفرة ما تربيش. تمام. بالنسبة للجو اللي احنا فيه ده شهر 7 و8، لو ما عندكيش مكان مناسب للتربية، مكان يكون طراوة نفسه كويس حتى لو حتة صغيرة على قد الفرخين اللي هتجيبيهم، ما تربيش واستني شهر 7 وشهر 8 يعدوا وربي بعد كده في شهر 9 ان شاء الله. محتاجة ايه الامكانيات اللي انت محتاجاها في البيت؟ حاجات بسيطة جدا. محتاجة السقايات والعلافات. تمام. محتاجة مكان كويس زي ما قلنا، أهم حاجة مكان كويس يكون ريحه حلو ونفسه حلو عشان تعرف تربي فيه، لأن الجو حر زيادة عن اللزوم. بس لو في عندك أي مشكلة بتروح بتاخد الفرخ بتاعك وتروح البيطري شوية دواء بتدوم لي، خلاص الدنيا بتتظبط، ما عندكش مشكلة. تعالى بقى بالنسبة للراجل اللي عاوز يعمل مشروع، اللي عاوز يعمل مثلا مزرعة أو
عنده شقة أو عنده قطين في شقة عاوز يستفاد بيهم، يجيب فرخين ويربيهم. تمام. ايه هي الامكانيات اللي لازم تكون متوفرة عندك؟ اقل الامكانيات على الاقل، يعني اقل حد من الامكانيات اللي لازم تكون متوفرة عندك على اساس ان انت تدخل في مشروع تربية الفراخ. تمام. وتستفاد من وراها. انت عارف النهارده ان الفرخة بتتكلف النهارده بتدخل لها في 110 120 جنيه، يعني بتصرف. ما عادتش قليله. كان الاول الفرخ بيتكلف 30 جنيه 40 جنيه بالكتير. حتى لو الفراخ اللي عندك كلها ماتت، لو انت جايب 200 فرخ 300 فرخ ما فيش ضرر قد كده. النهارده ال 100 فرخ بتتكلف لها 12000 جنيه. فانا لو مش مظبط نفسي وعامل الامكانيات اقل حد من الامكانيات اللي تكون متوفره عندي عشان اربي الفراخ، ما ادخلش في التربيه اصلا، لان انا هخسر. تمام. ايه هي الحاجات دي؟ أول حاجة المكان. زي ما قلنا المكان لازم يكون عندك مكان كويس، مكان نفسه كويس. أو لو حتى المكان بتاعك حر، يبقى هتعوز إن أنت تجيب خلايا تبريد وتشتغل على شفاطات ومراوح وخلايا تبريد. تمام كده. وبعدين تدور على المكتب الكويس اللي هتنزل منه كتكوت كويس. تمام كده. تدور وتبحث على نوع العلف الكويس اللي هتشتغل بيه. لازم تسأل الناس عندك في المنطقة اللي انت فيها، يا جماعة انهي حد بيبيع فراخ كويس، تروح تجيب منه وتتعامل معاه. اللي الناس جابت وجربت وقال لك ان ده كويس، هات وتعامل معاه. يا جماعة انهي نوع علف عندي في المنطقة كويس، اللي الناس تقول لك عليه انه كويس وشغال معاهم، هات منه واشتغل. تمام كده. يعني انت بتعمل لنفسك دراسة جدوى قبل ما تدخل المشروع اللي انت هتبتدي فيه، زيه زي اي مشروع. مش هروح اجيب فرخين وارميهم وادور على اي نوع علف واشتغل وخلاص كده، واجي بعد كده لما اخسر اقول انا مشروع الفراخ مشروع فاشل وما نجحش معايا. لا، مشروع الفراخ مش فاشل، انا اللي فشلت ان انا اديره، انا اللي فشلت ان انا اوفر لنفسي الامكانيات اللي هشتغل بيها. تمام. يبقى قلنا هنعرف نوع العلف الكويس هنشتغل بيه، نوع الكتكوت الكويس هنشتغل بيه. تمام كده. واهم حاجه بقى من الكلام ده كله الخبره اللي عندنا. انا راجل معايا قرشين عاوز اشتغل بيهم، انا ماليش في الفراخ اصلا ولا ربيتها قبل كده ولا اعرف عنها اي حاجه. حاجه من اتنين، لا اما ان انا هتكلف عامل من العمال اللي بيشتغلوا في المزارع واجيبه هو اللي يتابع الفراخ بتاعتي، وساعتها انت هتتكلف بس ايه، تكلفه مرتب العامل ده طول الدوره، ويبقى ريحت نفسك هو اللي هيشيل كل حاجه. او ان انت نفسك تعلم نفسك بنفسك. ازاي؟ انا هربي 500 هربي 1000 هربي 5000، ما انزلش بال 5000 مره واحده، ما اجيبش ال 500 مره واحده. لان انا عندي قطين في الشقه عاوز استغلهم واجيب 500 فرخه ولا بتاع، ما اروحش اجيب ال 500 مره واحده وانا ما اعرفش اي حاجه في الفراخ اصلا. اروح اجيب 50 هجيب 100، اشتغل دوره ب 50 الاول، ربنا كرمني وهسال وهتعلم واكلم دكتور بيطري مثلا، هنتابع فيديوهات زي ما احنا بنعمل كده، نشوف الدنيا نشتغل. الامور مشت معايا تمام، الدوره اللي بعدها ازود شويه تبقى 100، الامور مشت معايا تمام. تمام بالطريقه دي، دوره اتنين تلاته، لان كل دوره انت بتتعلم. احنا لحد النهارده يعني 15 سنه خبره في الفراخ ولسه بنتعلم، مفيش حد ما بيتعلمش. تمام. فانت كل دوره هتتعلم حاجه جديده وهتستفاد. وخصوصا ان كل ما الكميات بتاعه التربيه بتزيد، كل ما بيظهر قدامك مشاكل وحاجات ما كانتش ظاهره عندك قبل كده في الكميات الصغيره. تمام كده. فانت بتعلم نفسك بنفسك، ما فيش فيها اي مشكله، ما تستعجلش. مش فيها اي مشكله لما ابتدي بكميات بسيطه، ربنا يكرمني ويرزقني من وراها واتعلم فيها واحده واحده، بعد كده اقوم داخل على الكميه الكبيره. تمام. لازم يكون مكاني تاني، هنقول تاني لازم يكون مكاني متهيأ. لو هربي كميات كبيره، يبقى انا لازم في الشتاء يبقى عندي حاجه اسمها هيتر بيعلي درجات الحراره. في الصيف بيبقى عندي مراوح، وبيبقى عندي خلايا تبريد وشفاطات. تمام كده. يبقى انا بجهز مكاني ان الجو ما ياثرش على الفراخ، والا انت هتضطر ان انت تشتغل في الجو كويس بس. يعني عندك الثلاث شهور بتاع الحر الشديد من شهر 6 لشهر 9 هتقعد، وعندك الثلاث شهور الساقعه الجامد من شهر 12 لشهر 3 هتقعد وتشتغل في الجو كويس. لكن لو انت مظبط مكانك ومجهزه بامكانياته، هتشتغل زي ما انت عاوز. اي حد بيدخل مشروع يا جماعه لازم يكون موفر الادوات اللي هيشتغل بيها. ما ينفعش ان انا اجي اقول انا معايا قرشين هربي فراخ، اقوم داخل في المشروع على طول واجيب الفرخين واربيهم واحطهم وهم وحظهم. ما ينفعش. لازم اهتم ولازم اتعلم واصبر. مفيش حاجه بتيجي مره واحده. مفيش فيها اي مشكله اما اقعد 3 شهور 4 شهور اعمل فيهم دورتين ثلاثه اتعلم فيهم في كميات بسيطه، وبعد كده ادخل في الكميات الكبيره. او ان انا اجيب عامل من البدايه والعامل ده هو هيبقى ملزم بكل حاجه. وحتى لو جبت عامل برضه لازم تتعلم ولازم تعرف حاجتك، لازم تبقى عارف الحاجه بتاعتك، العلف بتاعك بيروح فين، دواك بيروح فين، العامل واخد باله من الحاجه ولا لا. فلازم ان انت نفسك تتعلم برضه.
ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعل الجرس لو في أي حاجة أنتم محتاجينها. أنا تحت أمركم، وابعتولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.